اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا فيديو جديد عن سخان المياه الكهربائي وطريقة تنظيفه. طبعا بعد ما احنا فكينا الهيتر هنبدأ نملأ السخان مية من مكان الهيتر بالشكل ده. وطبعا اهم حاجة تنشيف السخان كويس. لازم نعتني بنظافة السخان. بعد كده هنبدأ عندي هنا المواسير دي هنبدأ نعدي فيها مية برضو، بحيث لو فيها اي شوائب ولا حاجة هتنضف معايا. نفس نظام الماسورة التانية. اهم حاجة الماسورة بتاعت السخن، عشان لو فيها سدد. لو هنلاحظ الماسورة معايا فيها سدد اهو. هنبدأ ننظف الكلام ده هو واحدة واحدة مع بعضينا ونشوف هننظف ازاي. خليكم معايا. طبعا انا معايا دي مش كمان هنا معايا اهي، ولكن اهو طبعا الصدى والاملاح عاملة مشاكل اهو. اهو هنبدأ نديها شوية مية تاني بحيث تنضف معايا الدنيا دي اهو. هنبدأ بعد كده هنقلب السخان ونشوف اللي هينزل منه الرواسب بتاعته. طبعا زي ما احنا شايفين طبعا اديك شايف الوضع. احنا ما نفكرش ان كده انا حليت المشكلة، لا، السخان لسه فيه قد ده مرتين تلاتة تاني. طبعا منظر ما زي ما انت شايف اهو. ده جزء بسيط من كمية الاملاح اللي داخل السخان اهو. عشان كده بننصح كل ست بيت اللي بتستخدم مية من السخان للطبيخ او للشاي او للاكل ممنوع منعا باتا. او حضرتك شايف الوضع اللي في الاملاح والمية عاملة ازاي. هنبدأ مرة تاني وتالت ورابع، هنفضل على هذا الوضع لغاية ما نلاقي السخان طلع معايا مية نظيفة، وكده نبقى انا عرفت ان السخان نضيف معايا. بعد التنظيف هنبدأ نقفل ونركب تاني. طبعا ما ننساش زي ما اتفقنا، زي ما فكيت هتركب. لو انت مش عارف خش في القناة هتلاقي فيديوهات للتركيب والفك بتاع الهيتر والترموستات وشرح كامل على السخان كله. نبدأ زي ما احنا نعبي تاني. هنديله غسلة واثنين وثلاثة، وبعد كده لو لقينا الموضوع متطور هنبدأ نغسل بالمضخة اللي هي بتاعة التكييف. طبعا اهم حاجة وانت بتفضي المية انك ترج السخان في ايدك كده بالشكل ده اهو، عشان ينزل معاك كمية الاملاح اللي موجودة في الداخل. طبعا برضو هو لسه مازال فيه كميات
هنبدأ نستمر برضو، وبعد كده نبدأ نقفل ونركب، وما ننساش عملية تفريغ الهواء من السخان عشان ما يعملش معايا انفجار. وطبعا بالشكل ده انا السخان نضف معايا، نعمل عملية غسيل، وبعد كده هننشف السخان ونقفل. وطبعا اديك شايف كمية الاملاح، فده رجاء اوعى تستخدم مية السخان في اكل او شرب. وبعد ما نضفنا هنبدأ نقفل الهيتر ونركب السخان بتاعنا زي ما فكيت هتبدأ تركب. بالطريقة دي نبقى احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه مشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.